السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيت أسجل هذا الفيديو اللي يركز على الجانب المظلم والخطر للذكاء الاصطناعي. كل الناس تحكي وتطبل وتسوي دعايات حتى تنشر الذكاء الاصطناعي وفوائد الذكاء الاصطناعي. بس ولا واحد طلع من الإخوان المختصين تكلم على الجانب المظلم ومساوئ الذكاء الاصطناعي على المجتمعات والدول، خصوصا المجتمعات والدول الإسلامية، وعندها ركائز عشائرية ودينية وملتزمة بهذه الركائز. التقارير العالمية وضحت أنه الذكاء الاصطناعي له 4 مخاطر تهدد المجتمعات وتهدد التعليم وتهدد حتى الاقتصاد. هذه المخاطر تعتبر أخطر من استخدام السلاح النووي. يعني الدولة اللي تملك قدرة تطوير الذكاء الاصطناعي راح يكون عندها سلاح الذكاء الاصطناعي، سلاح تكنولوجي أخطر من السلاح النووي استخدامه على المجتمعات. والأسباب هي التالية. أولا، الذكاء الاصطناعي حسب التقارير والدراسات العلمية من اليونسكو وغيرها يأثر على المجتمعات بشكل سلبي وسريع جدا. طبعا إضافة للسوشيال ميديا راح أحكيها وأتكلم عنها في فيديوهات تالية اللي مخربة المجتمعات. الذكاء الاصطناعي أثبتت الدراسات أنه استخدام الفيديوهات المزورة والمزيفة ويسموه عالم صناعة الأكاذيب الذكاء الاصطناعي، والصور المزيفة والأخبار المزيفة اللي تنشر بسرعة عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، هذا يأثر بشكل سلبي على أخلاق المجتمع وأخلاق العائلة الوحدة نفسها. يعني هسه لما تدخل أنت لبيت أو لكافيه مثلا وتشوف أفراد العائلة الوحدة، الأم والأب والأولاد، كل من قاعد على جهازه وعاش عالم الافتراضي وما له علاقة بالثاني. الترابط الأسري أصلا متفسخ، العلاقات العائلية بتدهور ومتجه الاتجاه السلبي. أعيد هالشيء، هذا بالنسبة للمجتمعات اللي عندها ركائز دينية وعشائرية، هذا خطر الموضوع. لا احنا أوروبا ولا احنا أمريكا اللي أصلا ما عندنا علاقات وترابط اجتماعي. احنا عندنا نتميز بعلاقاتنا الاجتماعية وترابطنا الاجتماعي بين أفراد الأسرة. هذا الشيء الحلو المميز عندنا اللي لازم نحافظ عليه لأجيال وأجيال قادمة. الذكاء الاصطناعي الجانب المظلم قاعد يخرب هالشيء، هدم مجتمعات. الجانب الثاني المظلم بالذكاء الاصطناعي هو هدم الاقتصاد بشكل سريع. طبعا راح يستغرب المشاهد، يقول شلون يعني؟ اخر التقارير اللي طلعت تقول انه الذكاء الاصطناعي بعام 2027، يعني بعد سنتين من هذا الفيديو، راح يلغي 83 مليون وظيفة بالعالم. وصنف هذه الوظائف إلى 5 أصناف. أولها الترجمة وتأليف الكتب وتأليف الموسيقى، المؤلفين بصورة عامة والمترجمين راح تلغي هذه الوظائف، يحل محلها الذكاء الاصطناعي. الآلة هي تقوم تترجم وتسوي هذه الوظائف. الوظيفة الثانية المحاسبة والتحليل المالي والتنبؤات الاقتصادية وتغيير سعر صرف العملة وغيرها، هذه نفس الشيء راح تلغي، الذكاء الاصطناعي يسويها. السكرتارية والوظائف الإدارية يا جماعة هذه راح تلغي، يعني الوزارات ومؤسسات الدولة، وحتى نتكلم عن القطاع الخاص راح يلغوها، ما يحتاجون بشر. وبالنهاية الوظيفة الأخيرة هي الإعلام وصناعة الفيديوهات وصناعة الصور. هذه اللي تشوفها بالسوشيال ميديا موجودة أصلا من الآن، بلشوا يلغوها، يستخدمون الذكاء الصناعي. إلغاء 83 مليون وظيفة بالعالم معناها انعدام الدخل لهذول أصحاب الوظائف، وتدهور الاقتصاد بالدولة اللي تلغي بها الوظائف، وزيادة الأسعار بسبب زيادة البطالة. فكروا بهالطريقة هذه من الجانب المظلم، الجانب الثاني. وين يروحون العائلة اللي هي تشرد؟ وين يروحون أصحاب العائلة اللي الأب والأم يفقدون هذه الوظائف اللي عايشين منهم معتمدين عليها في معيشتهم؟
النقطة الثالثة والخطيرة جدا، تدهور التعليم وكفاءة التعليم ومستوى ذكاء الطلاب من الابتدائية إلى الجامعة. آخر الدراسات والأبحاث ثبتت أنه الذكاء الاصطناعي يستخدم الآن مثل تشات جي بي تي في إيجاد الحلول للمسائل الرياضية والواجبات المنزلية وغيرها. يعني الطالب من يجي ينطي الدكتور أو الأستاذ واجب بيتي أو مسألة أو امتحان، يروح يحله بالتشات جي بي تي وبالذكاء الاصطناعي ويرجع يعطي الحل الأمثل. هذا يقلل 80% من ذكاء الطالب ومن كفاءته، ويعتمد على الآلة. يعني من يتخرج يروح للوظيفة بعد الجامعة ما راح يفتهم كل شيء، لأن الآلة هي تسوي وظيفته. فيا جماعة بعد كم سنة إذا الآلة هي تحل الواجبات والآلة هي تلقي حلول وتسوي تقارير بالوظيفة وتعطي مثل ما نقول حلول إبداعية، فأكيد صاحب الشركة راح يجيب يستخدم الذكاء الاصطناعي. ليش يجيب موظفين يدفع لهم رواتب؟ 80% من ذكاء الطلاب قاعد يقل بسرعة مخيفة. يعني تخيلوا هذه 80% لو نعكسها بعد سنتين ثلاثة راح نقول انه الخريجين راح يقعدون بالبيت ما حد يوظفهم. او لما تسأل الخريج بالهندسة او بالصيدلة يقول لك والله خلينا نستخدم شات جي بي تي، خلينا نشوف شيء يعطينا حل. وهذا للاسف قاعد يصير الموضوع، كلها قاعد تعتمد على الآلة. اما النقطة الرابعة الأخيرة وايضا مرعبة، انه الذكاء الاصطناعي والتشات جي بي تي ما يمنح خصوصية لاستخدامه. يعني اللي يستخدمه، اللي يسأل التشات جي بي تي او الذكاء الاصطناعي انطيني حل عن هذا الموضوع، او شنو مثلا الدواء لهذه الحالة المرضية، او رأيك في الموضوع الفلاني. او اكو ناس حتى وصلت الدرجة تسأل تقول يعني انا حلمت هذا الحلم فسر لي الحلم. هذا الموضوع مخيف، لانه انت قاعد تشارك خصوصياتك ويا الذكاء الاصطناعي ويا آلة اللي بناها اصلا الانسان. يعني بالنهاية هذا الذكاء الاصطناعي هو اللي بناه هو الانسان. فتتخيل الخطورة انك تشارك خصوصياتك وخصوصيات عائلتك مع آلة. والمثير للجدل انه من اسبوعين طلع صاحب شركة تشات جي بي تي قال احنا ما عندنا اي خصوصية ولا الحفاظ على الخصوصية. المعلومات ممكن تنشر، ممكن تباع اذا طلبوها من عندنا اي جهة معينة، وممكن اعادة استخدامها. يعني ممكن تستخدم ضد المجتمع بشكل سهل ومباشر وقانوني. زين اذا انت خصوصياتك خصوصيات عائلتك الآلة تحكمها، ويحكمها شخص ما موجود اصلا في دولة ثانية، شلون انت راح تحافظ على الخصوصية؟ لذلك بنهاية الفيديو بعد ما ذكرت هاي المخاطر الأربعة المخيفة أو الجانب المظلم من الذكاء الاصطناعي، اللي أقول مرة ثانية وأكد بهالفيديو أنه هي أخطر من امتلاك سلاح نووي أو حتى من حرب نووية، اللي هي هدم الاقتصاد من خلال البطالة، تغيير سلوك المجتمع والتأثير عليه سلبي، هدم التعليم لسنوات، وانعدام الخصوصية. هذه العوامل الأربعة أخوان هي اللي راح تهدم البلدان، واللي خطورتها أخطر من استخدام السلاح النووي. لأنه السلاح النووي ممكن تستخدمه لفترة معينة والدولة تعيد بناء نفسها والمجتمع، مثل اللي صار باليابان. صارت حرب نووية واليابان عادت بناء نفسها، الآن هي من أكثر الدول المتطورة بالعالم بنفس المجتمع المتماسك. بس استخدام التكنولوجيا بهالطريقة المخيفة، اللي احنا مثل ما نقول ما خفي كان أعظم، بهالطريقة راح يأثر بشكل مباشر على المجتمع وعلى سلوك الإنسان وعلى التعليم وعلى الاقتصاد وعلى كل جوانب الدولة. كنصيحة، ممكن استخدام الذكاء الاصطناعي بطريقة تدار من قبل الدولة، يعني في بناء استراتيجيات الدولة وتطوير قطاعات معينة بالدولة. نعم هذا الشيء جيد، مثل تطوير القطاع الزراعي، الصحي، الصناعي في صناعات معينة.
مثل استخدام الانترنت عبر الاشياء او غيرها، هذا ممكن. بس ينشر الذكاء الاصطناعي ويبلش الناس يطبلوا له ويداعون به وخبراء ذكاء اصطناعي وخلينا احنا نطبقه والمجتمع كله يستخدموه، حتى القطاع الخاص يباح استخدامه بشكل مفتوح. هذه خطورته على المجتمع، مثل ما هو مباح استخدامه في قطاع التعليم الآن في أغلب الدول، واللي أدى لتدهور قطاع التعليم. فالناس اللي قاعدة تطبل له خلي تفهم أنه المخاطر وما خفي كان أعظم وأسوأ من الموجود على الساحة حاليا. الناس خلي تفهم استخدامه لازم يكون بحذر، وإتاحته لكل الأفراد هذه خطورة. يجب وضع استراتيجيات، هذه الاستراتيجيات تسيطر على استخدامه، قوانين معينة استخدامه بالدول، خصوصا الدول اللي احنا نعتز بها ذات ركائز دينية وعشائرية، واحنا نعتز بهذه الركائز وهذه القيم المجتمعية اللي عندنا احنا في مجتمعاتنا. فأرجو أن الفيديو يوصل وينتشر بشكل أوسع حتى الناس تفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة وعلى مستوى مؤسسات الدولة، على مستوى الأفراد، على مستوى العائلة نفسها. وراح أسوي فيديو جاي يبين الجانب المظلم لاستخدام السوشيال ميديا، مواقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك وإكس وغيرها. دمتم بأمان الله. دكتور عماد الشيخلي من ليفربول بريطانيا. السلام عليكم.